السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين وحبايبي ومتابعين قناة عائد جوجو. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض اجمد صينية بيض نجوم زي ما انتم شايفين كده. الجمال والحلاوة والريحة طالعة ما اقولكوش. قبل ما ابتدي معاكم الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. اول حاجة طبعا معايا في مكونات صينية البيض. معايا طبعا الحمص، اي كمية بقى انت هتعمليها على حسب ما انت هتعملي. احنا معانا حوالي ربع كيلو حمص. الحمص اللي هو بتاع الطبخ يا جماعة، هنغسله ونشطفه كويس وننقعه شوية في مية، وبعد كده هنسلقه عادي السلق خالص. هنحط له نفس المية اللي هو فيها دوت، هنحطها له في هنعلق عليها يعني على النار على طول. ومعايا بقى في صينية تانية نحط شوية زيت كده ومعلقة سمن بلدي حلوة كده، وننزل عليها ببصلاية متقطعة تاخد تشويحة بس كده على المشي. دايما يا جماعه وانا بشوح البصل احط له، بحب احط له حبه فلفل اسود. بيخلي ريحه البصل ريحته حلوه كده ومفحفح يعني. هنا ورقتين لورا برضه حطيتهم كده مع البصل عشان خاطر زفرة البيض. اهوت يا جماعه، شايفين الجمال بقى والريحه بقى؟ ما اقولكوش والله، شويه الفلفل دمت بيفرقوا قوي 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 وانت بتشوحي البصله. اهوت يا جماعه، نزلت بقى بالطماطم على طول. مش هنحمر البصل ولا حاجه، تشويحه بس كده. وننزل بقى بالطماطم وهنسبكها عادي خالص زي ما تكوني يعني بتسبكي لاي اكل يعني. بس كده، وهنقلبه كويس ونسيبها بقى ايه تتسبك مع نفسها. وهنا الحمص بيغلي اهوت يا جماعه. اهوت كده، ده بدأ يعني، هو ما خدش وقت اصلا في السلق عشان خاطر انا كنت نقعاه. ماشي اهوت. كده بدأ يعني يتسلق اهوت. كده التقلية اتعملت اهيت يا جماعة بتاعت الحمص. هنا بدأت كده اتسبكت، الزيت طلع على الوش اهو، تبقى كده اتسبكت. تعرفي بقى ان التقلية اتسبكت، اي تقلية اي حاجة من الزيت لما ينطر كده خلاص. ال- الحمص بقى غسلته شطفته كده من المية السلق بتاعه وصفيته، وهنزل على التقلية على طول اهوت بالحمص، واحط معاه حوالي كوبايه ميه عشان يستوي مع هو انسلق بس مش يعني بيبقى فيه لسه العضه كده شويه، فعشان ياخد ايه طعم التقليه يعني. هحط كوبايه ميه كده مع الحمص، وده شويه ملح اهوت. وحطيت هنا يا جماعه بتاعت بشره جوز الطيب برضو. هسيبه بقى يغلي غلوتين كده مع الحمص عما الحمص يستوي خالص. هحاول انا اشتلت كده الحمص اهوت يا جماعه يعني استوى. هشتل بقى الورق اللورا دهوت هشيله، وكده كده خد الطعم بتاع يعني التقليه خدت طعم اللورا خلاص، فبشيله يعني. كده بقى هنزل بالبيض بتاعي. كده الحمص استوى معايا، هنزل بالبيض بيضه بيضه حسب بقى اللي انت هتعمليه يعني، على قد كميه الافراد مثلا اللي عندك. انت هتعملي كام بيضه؟ انا هنا هحط 8 بيضات. بفقش كل بيضه كده بره يا جماعه عشان خايفه لحسن يكون فيها بيضه بايظه ولا حاجه، فبعمل كل بيضه لوحدها في الطبق الاول قبل ما بحطه. مع ان كده كده اصلا مش هنلاقي بيض بايظ، لان اصلا ما فيش بيض وفي ازمه في البيض الايام دي. كده انا حطيت البيض كله اهوت، وكده البيض استوى معايا، وهدخله بقى الفرن بس ياخد وش وكده. اهوت يا جماعه، شايفين بقى البيض كده دخلته الفرن خد وش بس. ودي بقى طبعا من الاكلات الشتويه اللي كلنا متعودين عليها. الحاجات اللي هي فيها ال التقليه والحاجات دي يعني. الاكله دي من الاكلات الشتويه المعروفه. وبألف هنا وبألف شفا. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس للقناه، واللي ما اشتركش يشترك.
وبألف هنا وبألف شفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايوه ايوه.